بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه الوفا. إما بعد، أحبابي وأخواني وأخواتي، قبل أن أبدأ هذه الحلقة أذكركم بالصلاة على النبي محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حلقة اليوم بإذن الله تعالى حلقة توضيح للأعمال الروحانية، وبالأهم وبالذات عمل تنزيل الأموال. فهذا العمل كثير الكلام عنه، ولم نعد نعرف إن كان هذا العمل حقيقة أو خيال. أنا الآن سأتكلم بكل صراحة، وأنا إنسان أحب الصراحة، وإنسان أتكلم الصدق بإذن الله تعالى، والله على ما أقوله شهيد. الناس تعرفني وتعرف من هو الشيخ أبو محمد. هذه قناتي الجديدة، إما قناتي القديمة فانحذفت بدون أي سبب واضح للأسف الشديد. فهناك بعض النصابين الذين يحاولون تسكير قناتي لعدم فضح هذا الأمر أو عدم معرفة أسمائهم، لأني نشرت أكثر من شخص أسمائهم أنهم نصابين. فالقناة القديمة أغلقت، وأرجو منكم جميعا أن تشتركوا في هذه القناة الجديدة وتضعوا اللايك لينتشر هذا الفيديو بأكبر عدد ممكن بإذن الله تعالى. أول شيء معكم الشيخ الروحاني أبو محمد من سلطنة عمان، عالم ومتحدث روحاني وعالم روحاني، حاصل على درجة البروفيسور في علم الروحاني والحمد لله. عمل تنزيل الأموال هو حقيقة، ولكن يحتاج له شخص يعرف في هذا الأمر. مو كل من دب وأمر يعمل هذا العمل، فهذا العمل له أشخاص معينون، وبإذن الله تعالى أنا أكون من هذه الأشخاص بمشيئة الله سبحانه وتعالى. عزيزي المستمع، أنا لا أقول لك تعال اشتغل عندي أو أنا أسوي لك العمل، لا، أنا قاعد أوضح لك الحقيقة هنا. أنا ما أجبر أحد يشتغل عندي، وفي الأخير الرأي أنت لك، أنت في رأسك عقل وتفكر وإنسان واعي وتعرف الصح من الغلط. فأنت شوف الشخص اللي ترتاح له قلبك واللي يرتاح له قلبك اشتغل معه. شوف الناس وش قاعد تتكلم عنه، ابحث عن اسم هذا الشخص، هل هو نصاب يا ترى؟ هل هو صادق يا ترى؟ فالآن نحن في عالم السوشيال ميديا، التعليقات بكل مكان. الشخص اللي يتم النصب عليه يقدر يفضح اللي نصب عليه. فممكن أن تشاهد التعليقات، ماذا تقول عن هذا الشخص؟ ممكن تشاهد الفيديوهات في اليوتيوب إلا ما يكون أحد يتكلم عن هذا الشخص. الآن أعزائي، الطرق الأكثر نجاحا في عمل تنزيل الأموال فهي آتية كالهرم. أولا، وفي رأس الهرم يأتيك عمل تنزيل الأموال فالزئبق الأحمر. وخلونا نكون واقعيين وما نضحك على بعض. عمل تنزيل الأموال في الزئبق الأحمر فهو شبه المستحيل. لماذا يا أبو محمد؟ لأن الزئبق الأحمر أصبح نادر، واللي يقول لك حصل لي على زئبق أحمر وتعال أسوي لك تنزيل أموال فهذا أمر تعجيزي. ولو أني لو ملكت الزئبق الأحمر فلم أتجه إلى هذا الطريق. صحيح؟ الآن أنت كشخص تملك الزئبق الأحمر، وش لك في طريقة التنزيل؟ فأنت في يدك ثورة لوحدها. الزئبق الحالة ثورة، ثروة يعني. فليش تروح تتجه إلى الزئبق التنزيل وأنت معك زئبق أحمر تقدر تبيعه في ملايين الدولار؟ هذا الواقع. إما بعد الزئبق الأحمر، وهنا تأتي الشيء المضمون والأغلب ما يتكلم عنه، اللي هو التنزيل. التنزيل في القرآن الكريم أو عن طريق القرين. فهذه الطريقتين أنا دائما أنصح بهم، والله ثم والله إنهم عملين، طريقتين ناجحين ومضمونين ومجربين.
وخذ هذه النصيحة من أخوك أبو محمد وتوكل على الله. بس ما راح أقول لك شيء ثاني أنا، وبإذن الله تعالى ينجح معك هذا العمل. حياكم الله، كان المتحدث معكم أخوكم الشيخ الروحاني أبو محمد من سلطنة عمان، ولا تنسى الاشتراك في القناة، وحياك الله والسلام عليكم.